السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اللقاء التاريخي مع الأستاذ محمد قطب الإصمعي الخبير الاستراتيجي في القانون الدولي العام. هنتكلم النهارده عن تأثير الرياضة والسياسة على المجتمع الدولي والعالم. معنا الأستاذ عاطف الخبير الزراعي الاستراتيجي أيضا. أهلا بكم. تفضل يا أستاذ محمد. تفضل. اهلا معالي المستشار. النهارده احنا في ضيافه معالي المستشار الجليل الاستاذ محمود فتحي الباب، والمحامي يطلق عليه لقب مستشار طبقا للقانون. فالمحامي يشار ويستشار. صحيح. ايوه، عشان ما نبقاش في ازدراء للسلطه القضائيه للقضاء الواقع. صحيح. اتفضل معاليك. في تاثير للرياضه على الشعوب. ايوه. واصبح الرياضه ليها تاثير سياسي. صحيح. وليها تاثير اجتماعي. صحيح. وليها تاثير. اصبحت الدوله زي الصناعه تدر العمله الصعبه. واصبح كره القدم واللاعبين في دوله زي البرازيل معادله صعبه واسس التنميه. والموضوع ده في الدول الافريقيه. ايوه. اصبح 3/4 الاقتصاد بتاعها لدول ناميه جاي على صناعه مصر. اصبحت الرياضه مختزله في برنامج على قنوات او تحليل او مصالح شخصيه او تضارب، باستثناء النادي الاهلي. ايوه. لان النادي الاهلي يدار كمؤسسه مع المستشار الجليل. ايوه فعلا. النادي الاهلي ناجح لانه يعمل مجلس الاداره بلا قلب في تنفيذ القانون. صحيح. لا يرضخ لراي واحد. صحيح. في اكثر من ديمقراطيه وطرقها. صحيح. في اختلافات على طاوله مجلس الاداره، ولكن في مناقشات تتم. يعني يدار النادي الاهلي كاداره مؤسسيه. صحيح. ناجحه داخل من ايام الفريق مرتجي والكابتن محمد عبد الصالح الوحش، الكابتن محمد صالح سليم. صحيح. نهايه بالرئيس التاريخي للنادي الاهلي الكابتن حسن حمدي. صحيح. وصولا للكابتن محمود الخطيب. صحيح. وكل المجلس الادارات بيكمل بعضه، يعني كله بيكمل بعضه وفق آلية مؤسسية. صحيح. يعني يصعد الراحل العمرو فاروق كنائب رئيس مجلس إدارة، ثم يجي خالد الدرندلي يعتذر او ما يدخلش فيجي خالد مرتجي. صحيح. يعني انا عايز اقول لك ان في عمل مؤسسي. صحيح. بعكس اتحاد الكوره. صحيح. بعكس وزاره الرياضه نفسها. صحيح. وزاره الرياضه نفسها وما يعني اتحاد الكوره او القائمين على الرياضه لا يلبوا تطلعات القياده السياسيه نحو الجمهوريه الجديده التي ننشدها جميعا. صحيح. بما فيها كرة القدم. صحيح. اتفضل. خلي بالكم ان الرياضه النهارده كرة القدم العالم كله كان ينتظر ماتش مثلا الارجنتين وانجلترا. صحيح. والحرب ما بين الجزيرتين مع المستشار الجليل. صحيح. ثم العالم كله كان ينتظر ماتش ايران والولايات المتحده الامريكيه في لوس انجلوس وفي كاس العالم وفي كل الكلام ده كله. صحيح. الرياضه ما اصبحتش ان انت هتسمع ماتش ويجي محمد فضل يحلل البرنامج. الرياضه دي سياسه ينتهجها الاتحاد الدولي فيفا ثم اللجنه الدوليه اللجنه الاولمبيه الدوليه. صحيح. وفق اليات. صحيح. لكن احنا هنا عندنا بلوزه اكتر من بلوزه. ايوه. اكتر من بلوزه. بس ما علينا النادي الاهلي، ما علينا بس اسمها النادي الاهلي. لذلك معالي المستشار محمود فتحي الباب كان بيقول كلمه تاريخيه. ايه هي الكلمه التاريخيه؟ كان بيقول في 3 أشياء ان فعلت في مصر انتقلنا لوضع تاني. قلت له يا معالي المستشار الجليل، وزاره الشباب والرياضه، الرياضه عامه ومراكز الشباب والتجمع الشبابي، وزاره الثقافه، وزاره التعليم. مش كده يا معالي المستشار؟ صحيح. يعني اندعم قطاع الشباب مع قطاع التعليم مع قطاع البحث العلمي. هنروح في حته. يعني وزاره الثقافه، يعني انت تروح النهارده مركز شباب المبجل لقريه درف سرحان، تولى رئاسه مجلس الاداره الاستاذ رضا عبد الدايم، وعملنا احتفال ضخم وبتاع. الاستاذ رضا عبد الدايم قعد له اسبوعين وبطل يروح تاني. والله تروح تلاقي هناك اهم حاجه ان هو يلم ال 105 بتاعت الساعه اللي بتاعت على اللعب. ايوه. لا في تحضير لدوره ولا في تثقيف للشباب ولا في اي حاجه. في الاستاذ رضا عبد الدايم. الاستاذ رضا عبد الدايم انتهى دوره للابد بعد اعلان النتيجه والحركه. معلش صديقي العزيز، انت مولفنا على الديمقراطيه والصراحه. شأنك شأن اي مصلحه حكوميه هنا. يعني الرياضة لها تأثير إيجابي. طبعا ده أهم مؤسسة. المفروض ده أهم مؤسسة موجودة في البلد. صحيح. أهم مؤسسة. ده تجمع للشباب. الشباب اللي هيروح ده لابد أن يكون مؤمن بالدولة الجديدة. مؤمن الشباب ده لازم يكون فيه طاقة. الطاقة دي بتتفرغ فين؟
مع المستشار في الملعب. في الملعب بيديك طاقه وبيديك تجديد وبيديك وبتستثمر. يلا سيبوه يروح فين؟ طبعا الاستاذ رضا عبد الدايم سابه يروح الى الجحيم. أسير محمد صلاح في القضية بتاعتنا، القضية الفلسطينية والتويت اللي عملها. محمد صلاح عندما استشهد احد اللاعبين في المنتخب الفلسطيني، محمد صلاح غرد متسائلا فرد عليه المتحدث باسم الفيفا واعلن ده معناه ان الرياضه لها صوت عالي، صحيح، لها صوت قوي، صحيح، لها صوت مسموع. العالم كله ينتظر ماذا يقول الفيفا. ده الفيفا عندما يصدر قرار او تروح قضيه للفيفا، العالم المنتخبات والانديه تتخض. صحيح. عن ما تروح احنا عندنا خلي بالك، يمكن انا عملت فيديو عن الموضوع ده. محمد صلاح هز كيان الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الدولي خلاهم جابوا 2 في كاس السوبر الاوروبيه ووقفوهم على منصه التتويج. صحيح. لو تفتكر معالي المستشار الجليل ايام هافيلاند رئيس الاتحاد الدولي، أيوة. الفيفا البرازيلي، هافيلاند، أيوة. ثم جوزيب بلاتر، أيوة. وكيف ان هافيلاند استدعي بعد كاس العالم 86، صحيح، وكيف مش عارف وجه نهائيات كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه. صحيح. ثم ايه ثم ايه ثم ايه صحيح. ثم جوزيب بلاتر، صحيح، اللي هو رئيس السويسري، رئيس أيوة. الاتحاد أيوة. رئيس الاتحاد الدولي فيفا، مع ميشيل بلاتيني. ايوه صحيح. وقضايا الفساد. ايوه ايوه صحيح. فكان ليها تاثير. انا اعرف رايك في الاختبارات الانديه. اختبارات الانديه، هل الاختبارات دي بتقوم على مصالح ولا فيها مصالح؟ لان احنا في مصر عندنا ثقافه المصالح. ايوه ثقافه، وعندنا ثقافه مساء الخير. ايوه. وعندنا ثقافه معلش. أيوة. وعندنا ثقافه زي بعض. ايوه. وعندنا ثقافات كتيره زي ثقافه من كبرى العائلات. طب ايه الحل؟ طيب ايه الحل؟ الحل واخد بالك ان الاستاذ رضا عبد الدايم يروح مركز الشباب ويتبع. ما هو انت لما تيجي حل من القاعده للقمه من تحت، لكن انت هتحل من القمه وتسيب رضا عبد الدايم يرتع في مركز الشباب. ما هو يا فندم الفساد كله في اتحاد الكوره، وما فيش توائح ولا قانون. هو طب ما في قانون بيناقشه الوزير اشرف صبحي. بالظبط. حد في المجتمع المدني عارف هو القانون، بس احنا كلنا صغيرنا بند 8 سنوات. طب انت بتحكي على الجمعيه العموميه. افترضت الجمعيه العموميه متمسكه باداره ميسيس تاتشر يا دكتور اشرف صبحي رئيسه وزراء بريطانيا. أيوة. عن حزب المحافظين. ايوه. حكمت اكثر من 5 دورات متتاليه، والشعب البريطاني كان بيروح ينتخبها. ميسيس تاتشر الاستاذ اشرف صبحي يمكن ما عرفهاش. لا ما اعتقدش، الثقافه بتاعته ما تأهلوش. ممكن على نادي الزمالك او مشجعين نادي الزمالك ان يشعروا بالخزي. صحيح. لازم يكون عندهم أزمة أرض أكتوبر. إحنا فهمنا الأرض اتخذت متى؟ فهمنا قرار التخصيص طلع من وزارة الإسكان متى؟ من 2003. لم يحاسب أي حد من مجلس الإدارة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنت لما بيجي يطلع لك قرار التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أيوة. بيطلع لك اشتراطات. ايوه فعلا. مسحوبة بجدول زمني. صحيح. حد سأل في حاجة؟ ما هم سألوا كل مرة كانوا سألوا بعد 22 سنة. لا يا باشا، ده كل فترة كده كان طب ما معالي المستشار مرتضى منصور كان يودي 2 لودر ويافطتين. حصل. ايوه. انا هاجي كده عشان اطلع في البتاع واقول ايوه بالحق. لازم اتكلم انا. ما فيش شفافيه. اقصد ان ما فيش شفافيه. ما هو دي ما فيش شفافيه. الاخطر من حكايه الارض وصاحب الارض، ما بيجوش حد يعملوا انا هسجل النادي الاهلي في جمله مفيده. ايوه، ما هم اي حاجه شماعه